صباح الخير ومساء يا جدعان، فيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. هيتكلم السير في الجزء ده عن شوية صفقات عملها وكواليس كتير لأحداث حصلت. تقريبا كده ده أكبر فيديو أو أكبر جزء في الكتاب، فشد كرسي وواحد شاي ويلا نبدأ. كان في تغيير جاي ده كده كده، ومن صيف 2003 لحد مايو 2006 كانت أسوأ مرحلة ليا في الفوز بالبطولات. كسبنا كاس الاتحاد الانجليزي في 2004 وكاس الرابطة بعده بسنتين، لكن ارسنال وتشيلسي هما اللي كانوا بيكسبوا الدوري في الفترة دي قبل ما يبقى كريستيانو رونالدو ووين روني قلب واساس الفريق اللي كسب الابطال في 2008. اكيد قابلت تحديات وصعوبات واحنا بنحاول نبني فريق عنده اساس قوي ولاعيبة عندها خبرة كويسة، وكتير من اللعيبة دي فشلوا في انهم يأثروا في الفريق وده عادي. بيكهام كان مشي للريال وفيرون كان بيجهز علشان يروح لتشيلسي. بدلت بارتس الحارس بتيم هاورد، ومن الوجوه الجديدة اللي جات لنا وقتها كليبرسون وإيريك جامبا وديفيد بيليون. أفاجئك بقى، رونالدينهو كان ممكن يكون واحد من دول، لكنه قبل العرض في الأول وبعدين رفضه. مش هنقدر ننكر حقيقة السنين دي، وقتها كنا بنتعاقد مع أي لاعب بيثبت نفسه. لعيبة كنا فاكرين انهم هيقدروا يحققوا معاييرنا بسرعة. كليبرسون مثلا وقتها كان في كاس العالم مع البرازيل وكان عنده 24 سنة بس. فيرون كان لاعب عالمي ومشهور. اما بالنسبة لجامبا فاعتقد انه كان مقدم مستويات كويسة جدا مع فرنسا. التعاقد معاهم كان سهل وواضح، وده قلقني شوية. مش بحب التعاقدات السهلة، انا بحب اقاتل علشان اخطف اي صفقة، علشان ببساطة انك بتحارب علشان الحاجة دي، فده معناه ان الحاجة دي ليها قيمة كبيرة. كنت بحب اشوف نادي اللاعب ده بيعاني علشان يخلي اللاعب معاه، لكن وقتها زي ما قلتلكم اللعيبة اللي تعاقدنا معاهم في الفترة دي كانت كلها تعاقدات سهلة وبسيطة. حسينا ان كل حارس في انجلترا اتعاقدنا معاه. مارك بوزونيتش كان اكبر دليل على ده. اتعاقدنا معاه بسبب ان بيتر شمايكل اعلن في نص الموسم انه هيعتزل اخر الموسم ده، وده خلانا نتصرف بسرعة وخلاص، اللي هو هات اي حاجة تلاقيها. قابلنا بوزونيتش في يناير، رغم اننا سمعنا كلام كتير ان سلوكه بره الملعب مش افضل حاجة، لكني بعت حد يراقبه في التدريب. ما اقنعنيش في الحصة التدريبية دي ان ده الراجل المناسب لمانشستر يونايتد، علشان كده غيرت خطتي وقررت اني هحاول اجيب فاندر سار. كلمت وكيل اعماله ورحت لمارتن ادواردز اللي قال لي أليكس انا اسف بس انا اتفقت مع بوزونيتش خلاص. دي كانت حاجة تعصب. مارتن اتفق مع بوزونيتش وما كانش عايز يرجع في كلامه. تمام جدا، انا بحترم ده، لكن ده كان تعاقد سيء. بوزونيتش سبب لنا مشاكل لان مستواه وحالته البدنية كانت اقل من المتوقع، لكننا دعمناه واشتغلنا معاه علشان يتطور لحد ما بقى مستواه مقبول، واعتقد انه بقى جاهز للدوري. قدم اداء كويس كمان لما كسبنا بالميراس في كاس القارات، لكن بعدها بفترة قصيرة لعبنا في ويمبلدون في فبراير، وكان مارك بياكل كل حاجة في المنيو، سندوتشات، شوربة، ستيك، اي حاجة يلاقيها في وشه كان بيودي على طول بلاعة. رحت له طبعا، مارك بعد ما اتنيلت خسيت بتاكل كل ده ليه دلوقتي؟ قال لي انا جعان يا كابتن، انا جعان. لما رجعنا مانشستر، مارك كان بيتكلم في التليفون مع مطعم صيني علشان يطلب اكل. رحت له قلت له ايه يا عم انت ما بتشبعش ابدا؟ فكر في اللي بتعمله ده كويس علشان كله هيجي على دماغك. عمري ما قدرت اثر فيه بالكلام. ما تأقلمناش بسرعة. بعد ما مشي شمايكل كان افضل حارس في العالم، حضوره وشخصيته اختفوا من الملعب فجأة. كان لازم نبدله بفاندر سار. وكيله قال لي لازم تتحركوا بسرعة لان اليوفي مهتمين بيه برضه، لكننا ضيعنا الفرصة. اضطريت ان ارجع اكلم وكيل ادوين علشان اقول له اننا اتفقنا مع حارس تاني وهنسحب من العرض اللي قدمناه. طبعا كان لازم اتعاقد مع ادوين كمان، على الاقل حارس احتياطي، لاني كنت حاسس ان بوزونيتش مش هيطول وبعدها ادوين هيكون حارسنا الاساسي من وقت ما مشي شمايكل لحد اخر ايامي مع اليونايتد. لو كان حصل ده ما كنتش هضطر ان اصرف كل الفلوس اللي صرفتها على ماسيمو تيبي او بارتس اللي كان حارس كويس الصراحة، لكن لولا المشاكل اللي كانت بتواجهه في فرنسا. بعد كده شفنا ان قدرات فاندر سار تتحط في نفس قوة شمايكل. الفرق بينهم كان صغير،
شمايكل كان بيصد كور مش مضطر انه يصدها. كانت لحظات بقف وتنح فيها واقعد اقول لنفسي يا ربنا ازاي بيقدر يعمل ده. اما ادوين كنت بحب هدوءه واتزانه في كل حاجة، بيعرف يستغل الكرة صح وبيعرف ينظم دفاعه كويس. كان اسلوبه في الحراسة مختلف لكنه ما كانش يتقدر بتمن. ادوين كان بيقدر يأثر في كل اللي حواليه. شمايكل كان عكسه، كان بيعمل شوية مشاكل وما كانش بيحب ستيف بروس ولا جاري بليستر. كان يخرج من الجول ويبدأ يتخانق معاهم. بروسي كان يرد عليه على طول ارجع جولك يا ألماني يا قذر. شمايكل كان بيتجنن، ما كانش بيحب ده وكان يقعد يقول انه مش ألماني، لكنهم بره الملعب كانوا صحاب كويسين جدا، لكن في الملعب شمايكل كان بيتعصب بسرعة. في أوضة اللبس فاندر سار كان بيتكلم عن أداء الفريق في الماتش، صوته كان قوي، صوت هولندي كده. شمايكل برضو كان بيفرض صوته. حقيقي كنت محظوظ لأن كان عندي أفضل حارسين في العالم آخر عقدين. أكيد مش هنسى أتكلم عن بيتر شيلتون أو جان لويجي بوفون، لكن بالنسبة لي بيتر شمايكل وفاندر سار أفضل حراس من 1990 لحد 2010. كان في حاجات تانية مهمة غير مهارة حراسة المرمى، الشخصية طبعا، لأنك كحارس مرمى مش هتعاني بس من الكور اللي هتتشاط عليك، لكن لا، لازم تتأقلم مع أخطائك وأخطاء باقي الفريق. هتحتاج شخصية قوية جدا في مانشستر يونايتد علشان تعرف تتعامل مع الأخطاء دي. كنا بنراقب شمايكل كتير قوي قبل ما نتعاقد معاه. قال لي مدرب الحراس إنه الرجل المناسب هاته. في الأول كنت ببقى متردد من إني أجيب أجانب للدوري الإنجليزي. أول ماتش لشمايكل كان قدام ويمبلدون. لعيبة ويمبلدون وقتها كان طالع عليهم لقب كريزي جانج وكانوا بيضايقوه كل شوية. شمايكل اتجنن وبدأ ينادي على الحكم أكتر من مرة علشان يتدخل. شفت اللي حصل طبعا، لكن شمايكل ما كانش عنده أي فرصة لأن الحكم مش هيقدر يرجع بالزمن ويشوف إيه اللي حصل، وأحداث الماتش كانت بتجري بسرعة. في ماتش تاني ومن أوائل ماتشاته بيتر خرج من الجول علشان يحاول يضرب كرة بالبوكس ويبعدها، لكنه فشل والكرة راحت للمنافس وسجلوا علينا. شمايكل غلط كتير في بداياته لحد ما قدر يتعود على الكرة في انجلترا. الجمهور كان بيتجنن ويقعد يزعق مين الراجل ده وايه اللي بينيله. لكن رغم كل حاجة شمايكل كان عنده قوة بدنية كويسة جدا، كان بيغطي الجول وكان شجاع، تشتيته للكرة كان رايق، وكل ده ساعده في بدايته السيئة. فاندر سار قابل تغييرات كتير في دفاعنا. شمايكل كان بيقف ورا نفس الدفاع كل اسبوع تقريبا. باركر وبروس وبالي وإيروين لعبوا تقريبا كل الماتشات، لكن إدوين اضطر انه يتعود على مدافعين مختلفين للأسف، وفي الحقيقة المفروض نشيد بحاجة زي كده لإدوين. الفترة اللي كان فيها بيتر كينون الرئيس التنفيذي والمسؤول على الانتقالات في النادي، حبينا باتريك فييرا في أرسنال وطلبت من بيتر انه يتكلم معاهم بخصوصه. جالي بعدها بيوم قال لي انه حاول لكن الموضوع ما نجحش. لما حكيت الموضوع لديفيد دين عن اني يعني بفكر اجيب فييرا، اتفاجئ وبصلي اكني اتجننت او حاجة كده. اعتقد ان حد منهم كان مخبي عليا حاجة ولحد النهاردة انا لسه معرفتهاش. بالمناسبة اكتر من مرة كنت بلاقي مكالمات من وكلاء لعيبة علشان يقولوا لي ان لاعبي هيحب جدا انه يلعب لمانشستر يونايتد. الصراحة ما شككتش في ده ابدا، لكنهم برضو هيحبوا يلعبوا الارسنال وريال مدريد وبايرن ميونخ وكل الفرق اللي في القمة. اللعيبة اكيد طبعا عايزين يوصلوا لأندية كبيرة، والوكلاء بيبقوا عايزين يعملوا اي صفقة مع نادي كبير لانهم طبعا هياخدوا نسبة كويسة جدا من العقد. المهم وقتها بدأنا نركز مع فيرون والفريق بدأ يتغير. الموضوع مش سهل طبعا على اي مدرب انه يعمل تغيير كامل للفريق. اول حاجة انهارت من الفريق القديم كان الدفاع، ولما هتواجه التغييرات السريعة دي وتكتشف انك ما عندكش خطة دعم تانية هتلاقي نفسك محاصر تماما. بعد الفترة دي بدأت افكر في المستقبل قبل ما يجي. فيرون كان لاعب ممتاز وكان عنده قوة تحمل رهيبة، وانا بعترف اني كنت بواجه صعوبة في التعامل مع اللعيبة الارجنتينية. كانوا دايما متمسكين بلغتهم وعاداتهم. دي ما كانتش المشكلة قوي بالنسبة لي قد ان كل اللي دربتهم تقريبا ما كانوش بيحاولوا يتعلموا انجليزي. فيرون كان اخره يقول يا مستر ودمتم، لكنه كان لاعب عظيم مفيش شك في ده.
ذكائه في الملعب وقوة تحمله كانت حقيقي حاجة مميزة. لكن المشكلة الحقيقية بقى كانت بتتلخص في إننا مش عارفين نلاقي له مركز مناسب ليه بين سكولز وكين في النص. الموضوع كان حقيقي صعب، رغم إنه لعب لينا ماتشات كتير كويسة، لكنك مش هتعرف تشوف شكل للفريق ومش هتلاقي الاستقرار اللي أنا كنت محتاجه. بيكهام كان مشي، وراين جيجز بدأ يكبر في السن، وروي كين وسكولز كمان، فكنا بندور على عنصر الشباب والتجديد وندي دافع للتطور. فيرون رغم انه ساعدنا كتير لكنه ما كانش قادر يلعب معانا. هو كان الشخص اللي كان ممكن يلعب مع الفريق الأحمر والفريق الأصفر في التدريبات، يلعب مع الاتنين عادي جدا، وكان بيجري في كل حتة في الملعب حرفيا، كان بيعمل اللي هو عايزه. لو دربته ل100 سنة مش هقدر أحدد مكانه فين بالظبط في الملعب. كان لاعب جوكر، الورقة المختلفة أو الورقة الكسبانة. مرة واحد جه قال لي: فرجي، جربت إنك تلعبه قدام المدافعين؟ رديت عليه على طول: انت هتهرج معايا؟ هو تقريبا لعب المركز ده لما كان في لاتسيو وكان عظيم، لكنه معانا كان زي الطائر الحر بيتحرك زي ما يحب في أي مكان. كان في مرات ياخدك فيها فيرون لأعلى لحظات الجنان. ماتش ودي قبل بداية الموسم قدر يعدي من أكتر من لاعب عند خط التماس، وقام باص الكرة لفان بيرسي اللي قام مسجل منها جول. وفي لقطة تانية خرج كرة جدا جميلة بعد ما عدى الدفاع علشان يستلمها بيكهام ويسجل منها. حقيقي كان موهبة كويسة، مفيش شك في ده، وكان يقدر يستخدم رجليه الاتنين، وكان سريع نسبيا، بيقدر يقرأ اللعب كويس، ونظرته للملعب كانت عظيمة. مشكلته الوحيدة انه ما كانش ينفع يلعب مع الفريق. الكرة الانجليزية ما كانتش مشكلة بالنسبة له، كان شجاع ودايما عنده قدرة انه يلعب الماتش للآخر. كان في اشاعات بتتكرر في الوقت ده عن ان حصل مشاكل كتير بين فيرون واللعيبة، لكن ده ما حصلش في الغالب، لان فيرون ما كانش بيتكلم مع حد ودايما لوحده في اوضه اللبس. وده مش علشان هو مش اجتماعي، لا، هو ما كانش عارف يتواصل معاهم. كنت اجي الصبح المكتب واقول له: صباح الخير يا تسيبا، يرد: صباح الخير مستر. وده كان كل حاجة بينا، مش هتقدر تخرج اي حاجة تاني منه. في الوقت ده كنا بنحاول نغير طريقة اللعب وخططنا في اوروبا بالذات. وده ليه بقى؟ لان بعد سنتين من بعد ما حققنا الشامبيونز سنة 99 لعبنا قدام اندرلخت في بلجيكا وبي اس في، والاتنين فشخونا لانهم بس لعبوا على الكور المرتدة، واحنا لعبنا بالطريقة اليونايتد التقليدية 4-4-2، لكنهم هنونا. فضلت اصرخ للعيبة والطاقم كله لاننا ما كناش عارفين نحافظ على الكورة ولا عارفين نقوي خط وسطنا. كنا هنعاني كتير قدام، لان اي منافس جاي يلعبك خلاص بقى دارس طريقة لعبك كويس، فكان لازم نغير. علشان كده غيرنا التلاتة اللي في النص. فيرون كان جزء من التغيير ده. إدارة التغيير كانت حاجة اضطريت أواجهها كتير في العقد ده من الزمن، وقابلت لعيبة كتير عجبوني جدا وحاولت إني أتعاقد معاهم. مثلا واحد زي باولو دي كانو، اتفقنا معاه على كل حاجة لكنه رجع قدام وطلب أكتر. ما قدرناش نوافق على شروطه الجديدة، لكنه كان من اللعيبة اللي كنت بتمنى إنهم يجوا لمانشستر يونايتد. الكبيرة بقى إن كمان كان في رونالدينهو، هو كمان ضيعناه. ظبطت عرض يجيبه للأولد ترافورد، كارلوس كيروش كان هناك يقدر يأكد لكم ده. محاولاتنا دي للتعاقد مع الدينهو ده لأننا كنا بندور على اللعيبة الساحرة الاستثنائية، الناس اللي مش طبيعية دي. كنت دايما بدور على المواهب دي. كلامي كان هناخد 25 مليون من صفقة بيكهام ونتعاقد مع الدينهو ب19 مليون بس. يا الله، دي بجد سرقة القرن. لما كنا راجعين من رحلتنا من أمريكا وقفت الطيارة في نيو فاوندلاند علشان الطيارة كانت بتفضى مننا في الجو. وقفنا في محطة صغيرة كده، وكان في بيت صغير بس هو اللي مميز المساحة دي. وقت ما كنا مستنيين لحد ما الطيارة تتملي، فتح طاقم الطيارة الباب علشان نتنفس شوية هوا نقي، وكان في طفل صغير واقف عند السور وماسك علم اليونايتد في ايده. ما سمحوش لينا اننا ننزل من الطيارة للأسف، فكل اللي قدرنا نعمله اننا نشاور للمشجع الصغير ده اللي كان لازق قدام السور في مكان شبه مهجور. كانت لحظة لطيفة جدا في الحقيقة.
لما رجعنا اوروبا وقفنا في البرتغال، وقتها جه عرض الفيرون من تشيلسي. قلت لهم مش هسيبه يمشي غير لما اخد 15 مليون. عرض تشيلسي كان 9 بس، قلت لهم مستحيل، ده رقم قليل جدا. لكن فجأة لقيت بيتر كينون بيكلمني بيقول لي انه قبل العرض. بيتر كان المدير التنفيذي وقتها، وكانت دي حركة مش كويسة خالص. بعد شهر واحد بالظبط جالي ديفيد جيل وقال لي مش هتصدق، بس بيتر راح تشيلسي. ديفيد بعدها مسك مكانه، والصراحة ده كان أفضل. كنت بحس دايما إن بيتر كينون كان بيحاول أكتر من اللازم، ودايما بيفشل في إنه يكمل أهم مهامه. المهم لما استلم ديفيد جيل المنصب ده، في الأول هو ما كانش متأكد إنه يقدر. ديفيد كان محاسب، نصيحتي ليه كانت ما تديش أكتر من اللي معاك، وحاول دايما إنك تخلي الناس هي اللي تساعدك. مفيش أي شك إن ديفيد كان أفضل رئيس تنفيذي اشتغلت معاه، دايما واضح وتقدر توصله وتتناقش معاه بسهولة. كان ثابت وكان عارف أهمية الكورة وفاهم اللعبة. مارتن إدواردز برضو كان فاهم اللعبة، لكني ما كنتش بواجه أي تعقيدات مع ديفيد. كان ممكن إنه يقولك كلام ما يعجبكش، لكنه مش هيهرب أبدا إنه يقولهولك. مفيش أي بديل بإنهم يقدروك في الشغل، وإنهم يقولولك دايما إن شغلك تمام، وكل الكلام ده مهم طبعا، لكن لازم يكون في تقدير مادي برضو. التعامل مع ملاك النادي كان صعب جدا للإداريين. بعد ما بيجي ملاك جداد الصورة كلها بتتغير، لأنك مش عارف هل هتعجبهم ولا هم عايزين مدرب جديد، رئيس تنفيذي جديد. انت ما بتبقاش عارف. شراء الجليزرز للنادي كان أصعب مرحلة لديفيد. تركيز الإعلام كان رهيب، مشاكل الديون كانت دايما بتغطي كل الصحف والأخبار الرياضية، لكن خبرة ديفيد في المحاسبة سهلت له الموضوع ده. رؤيتي للنادي كانت واضحة، مكان تطور فيه المواهب الشابة، وعلشان نعزز الهدف ده كان لازم نحافظ على العناصر الأساسية زي جيجز، سكولز، نيفل، وروي كين. فاندر سار كمان كان من الأساسيين، واحد من أفضل الصفقات بالنسبة لي. التدوير عن براين روبسون جديد جاب لي كين. إيريك جامبا جامبا كان من اهتماماتنا كمان كلاعب خط وسط ممتاز. رحت اتفرجت عليه في فرنسا وقدم ماتش جميل، كان فاهم اللعبة كويس وهجماته كانت سريعة، وكان متاح ب4 مليون بس. رحت للماتش ده علشان اشوف حارس نادي رين كمان، بيتر تشيك، واللي كان عمره وقتها 18 او 19 سنة. قلت لنفسي ده صغير قوي بالنسبة لنا. اوقات بتخسر لاعب لكنك بتلاقي لاعب تاني بنفس الموهبة. فوتنا فرصة التعاقد مع بول جاكسوين مثلا، لكننا تعاقدنا مع بول إنس. ما كناش بنجري ورا ألين شيرر علشان ينضم لينا، لكن وقع معانا إيريك كانتونا. دايما بيبقى فيه كتير من الاختيارات، عندك أهداف كتير، لكن لما بتضيع هدف تقدر انك تعوضه بهدف تاني. هدفنا الأساسي دايما كان اننا هنطور أي لاعب هنجيبه. كانتونا كان في نص العقد التاني من عمره، كنت بحاول دايما أركز على السن الأصغر سيكا عن كده. روني ورونالدو انضموا لينا مراهقين بعد 2006. اشتغلنا بجهد كبير علشان ما ننحصرش في زاوية بنشوف منها الفريق وهو بيكبر في السن، يا إما تراجع في المستوى أو تقدم في العمر. وفي الحالات اللي زي دي لازم طقم الكشافين يكتروا شغلهم، الضغط بيبقى عليهم أكبر، لأنك كل شوية هتروح لهم وتسأل ها لقيتوا إيه لحد دلوقتي؟ جت صفقة كليبرسون بعد مستواه المميز مع البرازيل في كأس العالم 2002. كان لسه بيلعب في الحي اللي كبر فيه لما وقع معانا، لكنه كان مثال على المجازفة في الصفقات السريعة. كنا بندور على أي لاعب بديل لكين في المستقبل، وده كان سبب اهتمامنا بفييرا. زي ما قلت لكم فييرا كان هيبقى ممتاز، كان متعود على الدوري الإنجليزي وشخصيته قوية، كان قائد فعلا. دليل واحد على انه لاعب عظيم هو لما بتغني جماهير الفريق المنافس ضد اللاعب ده. جماهير الأندية التانية كانت دايما بتغني أغاني ضد باتريك فييرا، وده يعرفك قد ايه انهم كانوا بيخافوا منه. ألين شيرر هو كمان مثال تاني، كان دايما بيسمع أغاني مهينة من جماهير الفرق التانية. كليبرسون كان عنده موهبة، لكنه كان بيضرب مثل على نقطتي في التدقيق الشديد في خلفية اللاعب وشخصيته قبل ما نتعاقد معاه. لكن تعاقدنا معاه كان بسهولة كبيرة. بعدها حسيت بقلق شوية وحسيت اني مش مرتاح.
لما وصل الولد النادي اكتشفنا انه متجوز بنت عمرها 16 سنة. هو وقتها كان 23 سنة، والبنت بقى جابت عيلتها كلها معاهم. في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم رحنا البرتغال. اللعيبة بس هم اللي كان المفروض انهم يفطروا قبل الحصص التدريبية. كليبرسون كان نازل وجايب ابو مراته معاه. كان شاب كويس رغم كل تصرفاته دي، لكنه ما كانش عنده ثقة انه يتعلم الانجليزي، وده طبعا كان عائق تاني. في الماتشات كان بيظهر قوة ومهارة كويسة جدا، لكنه ما كانش قادر يفرض شخصيته. يمكن البرازيل اتعاملت معاه بطريقة مختلفة عن تعاملنا معاه. مع منتخب بلاده كان بيقف قدام الدفاع علشان يساعد روبرتو كارلوس وكافو على الهجوم. لما هتحس فجأة بالاندفاع علشان تحل مشكلة هتعمل غلطات. أفضل مرحلة لينا كانت لما كنا بنشتغل تحت خطة لمدة 2 سنين وندرس اللاعب كويس ونجمع كل التفاصيل والمعلومات الصغيرة عنه. كنا عارفين كل حاجة عن كريستيانو رونالدو قبل ما نتعاقد معاه. حاولنا اننا نجيب روني وهو سنه 14 سنة، وحاولنا تاني وهو 16، واخيرا قدرنا نجيبه لما كان 17 سنة. روني كان هدف واضح لينا. هنا هتقدر تشوف طقم الكشف عن المواهب في افضل حالاته في مانشستر. صفقات زي فيرون وكليبرسون ما كناش مخططين ليها قبل كده. هي ما كانتش صفقات هلع اللي هو هات اي حاجة وخلاص، بس هي كانت صفقات سريعة. جامبا واللي كان موهوب برضو الاعلام دمره لانه ما كانش لاعب عالمي. كانوا بيحبوا الاسامي الكبيرة وكانوا بيقللوا من اي لاعب لسه طالع. كانوا بيحبوا فيرون في البداية، لكن كليبرسون وجامبا ما كانوش متحمسين علشانهم. لا، ديفيد بيلوين كان صغير واشتغلنا علشان نطوره. كان سريع زي البرق وموهبة ساحرة. كان مسيحي متدين لكنه كان بيتكسف جدا. كان بيلعب في ساندرلاند ولعب قصادنا كبديل وكان ممتاز. قدمنا عرض كويس ليه لما عقده يخلص مع النادي بتاعه، لكننا لو كنا دققنا شوية في شخصيته أكتر كنا هنعرف إنه خجول قوي ومش واثق من نفسه. بعناه بعد كده لنادي نيس لأنه ما كانش قادر يلعب كأساسي أبدا. كان زي زيادة بتوفر لنا مبلغ كويس. نقطة التغيير الحقيقي في الفترة دي كانت لما تعاقدنا مع رونالدو وروني. الاتنين كانوا كويسين جدا، لعيبة تقدر تكسبك الماتشات بجد، بالظبط زي صفقتين باتريس إيفيرا وفيديتش. أول حاجة لاحظتها في فيديتش عزيمته الرهيبة وشجاعته. كان لعيب صلب كده يقدر يوقف الخصم، وكمان يقدر يخلص الكرة براسه كويس جدا. كنا شايفين قلب دفاع إنجليزي بحت. فيدا ما كانش لعب من وقت نهاية الموسم في موسكو. أول ماتش ليه معانا كان ضد بلاك بيرن. كان بياخد نفسه بطريقة مبالغة. هو كان محتاج جولة تحضيرية قبل ما يبدأ الموسم. دي خلاصة الموضوع. في مركز الباك الشمال واللي كان مركز دينيس أروين القديم لعب لينا هاينزا شوية في المركز ده، وبعدها جبنا إيفيرا واللي كان بيلعب زي جناح في موناكو. البحث على المدافعين كان زي أكنك بتدور على طيور نادرة. لما شفنا إيفيرا أول مرة كان بيلعب أكنه جناح وكان سريع. كان لسه شاب صغير ويقدر يلعب معانا أساسي عادي. كنا عارفين قدراته الكويسة في الهجوم وأسلوبه كان كويس وشخصيته كانت قوية. هاينزا كان حاجة تانية بقى. كان قاسي وكان يقدر يشوط جدته عادي جدا، لكنه كان مدافع كويس برضه. زي ما كل مشجع لمانشستر فاكر أول ظهور لإفرا في ديربي مانشستر، كان ظهوره جدا سيء. هتقدر تشوفه وهو بيفكر ليه أنا هنا، لكن بعد شوية وقت قدر يتأقلم ويتطور. هاينزا من الناحية التانية كان بقى جشع، والفترة مش قليلة كنت بحس إنه بدأ يدور على مرحلته التانية، وفعلا بعد سنة كان عايز يمشي. كنا بنلعب قدام فيا ريال وكنت قاعد في مقر جميل بره فالنسيا لما جالي وكيل أعماله وقال لي إنه عايز يمشي. الأمور ما رجعتش زي ما كانت بعد اليوم ده، وفي اليوم التاني جاله صليبي وعملنا كل شيء ممكن وسمحنا له إنه يكمل علاجه في أسبانيا لمدة 6 شهور، وبعدها رجع في ماتش واحد بس. لكن في آخر ديسمبر جه وطلب إنه عايز يمشي. كان عايز شروط جديدة وعقد جديد، والكلام ده بعد ما خلص فترة العلاج تماما. وفي الآخر اتفقنا إننا هنكون أفضل من غيره وعادي ممكن يمشي، وسمحنا له يمشي فعلا ب9 مليون. وكيل أعماله راح لليفربول والليفر قبل العرض فعلا.
قلنا له بكل صراحة ان التاريخ مش بيسمح لمانشستر يونايتد تبيع لعيبة لليفربول، والعكس صحيح. هاينزا ومستشاره قرروا انهم ياخدوا طريق القانون، لكن البريمير ليج خدوا صفنا. وقتها اتصل رئيس كريستال بالاس بديفيد جيل علشان يقول له ان في تخطيط من ناس اللي مع هاينزا، ان في نادي هيشتريه وبعدها هيبيعه للليفر. طبعا استخدمنا المعلومات دي ضده وفي الاخر سيبناه يروح للريال. الشباب دي بتتحرك كتير قوي، لعب لفرقتين في اسبانيا قبل ما يرجع لباريس النادي اللي جبناه منه. لويس صاها كمان كان صفقة كبيرة، جالنا من فولهام في 2004، لكن الإصابات الكتير وقفت ضده وضدنا. شفناه أكتر من مرة لما كان لسه شاب صغير، لكن طاقم الكشف عن المواهب ما لمحش لينا حتى إنه مطلوب من أندية كبيرة. راح فولهام وكل مرة كان بيلعب قصادنا كان بيعمل ماتش رهيب. في ماتش كاس الاتحاد الإنجليزي قدر يعدي من ويس براون عند خط النص وطار لحد الجول بتاعنا وسجل. بعد الماتش ده راقبناه طول الوقت، وفي يناير كنا جاهزين اننا نقدم عرض ليه. في الحقيقة التعامل مع محمد فايد مالك نادي فولهام كان مسألة معقدة، لكن في الاخر جالنا رد انهم وافقوا على مبلغ 12 مليون. من بين كل مهاجمينا، فلو هنتكلم على مهارتهم يعني، فعندك اللي بيعرف يستخدم رجلين الاتنين، اللي بيعرف يتعامل مع الكور الهوائية، اللي بيقدر ينط، اللي سريع قوي. صاها بقى كان يعتبر واحد من أفضلهم كلهم، كان تهديد واضح لأي فرقة هتلعبنا، لكن جت الإصابات. لويس واللي كان ساكن في بيت قريب مني كان شاب كويس الصراحة، وكان دايما بيحب يكون جاهز بنسبة 150% علشان يلعب. كانت حاجة مؤلمة بالنسبة لنا الحقيقة، لأن الإصابات كانت بتبعده لشهور طويلة مش أسابيع. سبب إننا بعناه هو إن رغم كل مهارته وموهبته دي، لكني ما كنتش بقدر أبدا أخطط بوجوده معانا. ما كنتش بقدر أقول طب تمام ده فريقي ل3 سنين جاية. صح كان ممكن جدا يكون وسطهم لولا الإصابات اللي منعتنا من توقع مستقبله معانا. اتضايق قوي لما عرف لدرجة إنه فكر في الاعتزال. لأ انت لسه صغير ومش هينفع تستسلم بسبب الإصابات، انت بس محتاج شوية وقت وتشتغل على نفسك كويس علشان تقدر ترجع تلعب، ومستحيل الوضع ده كده يستمر على طول. وده كان كلامي ليه. كان حاسس انه محرج برضه، اعتقد انه كان فاكر انه خيب املنا. كان بيبعت لي رسايل يعتذر فيها، وحاولت اقول له اكتر من مرة ان ده سوء حظ مش اكتر، وياما لاعيبة كورة واجهت سوء الحظ في مسيرتهم. فيف اندرسون كان واحد منهم. كنا بندرس مسيرته مع ارسنال ولاحظنا انه فوت 4 ماتشات بس اخر 4 سنين، وبسبب الطرد في كل مرة. ولما جالنا فيف كان دايما بيعاني من انه مش جاهز للماتشات، وسمحنا له بعد كده انه يمشي لشيفيلد ولعب هناك 3 سنين، ونادرا لما فوت ماتش. دايما كنت بهزر معاه بسبب الموضوع ده، وكنت بقوله انا ما اعتقدش انك كنت عايز تلعب ليا، لكن في الحقيقة هو كان مشجع كبير لليونايتد وكان عايز يبقى نجم كبير معانا، لكنه عانى من مشاكل متكررة في الركبة. لويس كان عارف ان الإصابات كانت بتأثر على مستواه معانا، وعلشان كده كان حاسس بالذنب. كارلوس كيروش عمل برنامج ليه لمدة 2 أسبوع بحيث يقدر فيهم انه يكون جاهز وفي وقت قصير. صاها حب الموضوع واشتغل عليه فعلا، الشوط والدوران والتدريبات زي كده. لكن قبل الماتش بيوم خرج صاها من ملعب التدريب وهو بيشتكي من حاجة في الأوتار. ما كناش قادرين نتحكم في حاجة زي كده للأسف، وفي الآخر اتفقنا مع إيفرتون في 2008. إيفرتون حاولوا معاه زي ما احنا حاولنا، لكن يمكن البعد عن ضغط اللعب لمانشستر يونايتد ساعده. كان مهاجم صريح مميز في موسم 2009-2010. جه في دماغي على طول إن فرنسا هيكونوا جدا أغبياء لو ما خدوهوش في كاس العالم. كان في حاجة ثابتة في أي نقاش لينا مع أي لاعب شاب: هل هتقدر تتحمل طلبات مشجعين الأولد ترافورد وقلة صبر الإعلام وتغيير مزاجهم؟ وطبعا كان في شيء تالت احنا كنا برضو بنبص عليه: هل اللاعب ده هيكبر ولا هيصغر مع تيشيرت اليونايتد؟ كنا عارفين ان كل لاعب شاب جه من الأكاديمية للفريق الأول أو من الفريق الرديف مش هيسيب شخصيته في أوضة اللبس، لازم تخرج معاك من الأوضة دي وتدخل معاك النفق.
وتعدي معاك من النفق وتدخل معاك أرض الملعب. ببساطة يعني مفيش حاجة تأثر على شخصيتك. موسم 2003-2004 خلصنا الدوري في المركز الثالث، لكننا كسبنا كاس الاتحاد الإنجليزي، ورونالدو كان عظيم وسجل أول جول برأسية قبل ما يسجل فان نيستلروي جولين التانيين. السنة دي كانت حزينة بسبب موت جيمي ديفيز في حادثة. جيمي كان لسه شاب عنده 21 سنة وكان ذكي وموهوب، كان قدامه فرصة كويسة انه يعمل مسيرة كروية رايقة، واحنا كنا مودينه اعارة لواتفورد. لما كنت راح اتفرج على ماتش للفرق السنية في ملعبنا الصبح، اتقال لي ان ماتش واتفورد اتأجل، لكني معرفتش السبب، وبعدها قالوا لي انه اتأجل بسبب موت جيمي. كان ولد عنيد ومحبوب، أعداد كبيرة من النادي حضرت جنازته. بعد سنتين وفي فرح حسيت بديجافو، يعني هتحس انك شفت كل اللي بيحصل قدامك ده قبل كده رغم انه اول مرة يحصل. لما كانت كل الناس بتتصور بره وفرحانة، جالي القس وقال لي تيجي معايا القبر جيمي. ما قدرتش اربط الموضوعين وحسيت برعشة في جسمي. الموضوع فعلا كان محزن، مش هننساه هنا في مانشستر يونايتد. بس كده دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو ده. سوري على الإطالة طبعا، السير هو اللي بيدي تفاصيل، لكن أنا استمتعت جدا بالفصل ده في الحياة في الكتاب. أتمنى يكون عجبكم، دي أهم حاجة. لايك في إيدك وأنت خارج. سلام. الجزء الجاي عن رونالدو.